لو انت صاحب مشروع وبتصرف على المحتوى والاعلانات ومش شايف مبيعات، فتعال اقول لك المشكله اللي بيقع فيها معظم المشاريع ان هو بيعمل محتوى وبيصرف اعلانات ومش وبيتعبوا ومش بيتشاف. هنا ان الفكره في نوعين من انواع المحتوى: محتوى بيجيب عملاء ومحتوى بيجيب اتنشن. في الغالب هما بيركزوا على الاتنشن اكتر من المحتوى اللي بيجيب عملاء. فالحل هنا فين؟ الحل في 3 خطوات. اول حل، لو انت بتتكلم عن نفسك مش عن مشكلة العميل، بدل ما تتكلم عن منتجك شوف مشكلة العميل فين وابدأ اتكلم عنها الاول في اول المحتوى بتاعك، وبعد كده اعرض المنتج بتاعك كالحل للمشكلة دي. تاني حاجة، الكول تو اكشن. العميل بيخش يتفرج على المحتوى بتاعك، فلو مفيش كول تو اكشن فهو هيتفرج ويمشي. بس لو انت سايب له في الاخر مسج هتقول له هيعمل ايه بعد ما يتفرج، فانت بتحسه ان هو خش سيب كومنت او خش اشتري او خش اعمل فولو، ايا كان الكول تو اكشن بتاعتك ايه، فانت بتحسه عليها. تالت حاجة، لو العميل ما بيعرفكش وانت بتحاول تبيع له دايركت، هنا المشكلة فين؟ ان انت المفروض الاول العميل يعرفك، بعد كده يثق فيك، بعد كده يشتريك. لو انت عايزه يشتري منك الاول فانت هتصرف اضعاف على الاعلانات وهتحقق نتائج اقل. فالافضل ان هو الاول ان هو يعرفك، تاني حاجة ان هو يثق فيك، بعد كده هيشتري منك. فعشان خاطر كده كونتنت مهم جدا، وان انت تكون عارف الاوبجيكتيف بتاع البيزنس بتاعك عشان تقدر تحققه من خلال الكونتنت. الفيديو الجاي هقول لك ازاي تعمل المراحل دي بطريقة عملية.